تهياض جزيل القاف والمدح والقفان، وشاش الفكر والراس يقدح حماوية، وانا في مديح الشيخ حمدان عالي الشان ابشوش الابيات وابدع قوافيه. تهيأ جزيل القاف والمدح والقفا، وشاش الفكر والراس يقدح حماوية، وانا في مديح الشيخ حمدان عالي الشان بشوش الابيات وابدع قوافيه. هذا الشيخ حمدان الكفول الكرم برهان، كريم السجايا وقفته غير عادية، وهو للمراجل والفخر دايم العنوان، على الطايلة والجود تعرف مبادئه، كفو بالطيب معروف والإحسان، وله في المراجل والكرم فزعة الحياة، شجاع تشرف كل مواقفه الديوان، على العز والامجاد والطيب ماريه، ممثل لحاكمنا في منطقة أهل الشام، في الظافرة ديار الرجال الحماوية. هذا ابن زايد محزم الظهر والامتان، كبير الهقاوي والفعول البطولية، ابوها الشهم زايد له المرجله عنوان، عزيز القدر والشان شيخ الكبارية، ونعم نبال هيان للطايله برهان، رموز المراجل والكرم والشموخية، وبختامها ندعي لك الوالي الرحمن، يديمك فخر يا راعي العز والنية. تهيأ جزيل القاف والمدح والقفا، وشاش الفكر والراس يقدح حماوية، وانا في مديح الشيخ حمدان عالي الشان بشوش الابيات وابدع قوافيه. هذا الشيخ حمدان الكفول الكرم برهان، كريم السجايا وقفته غير عادية، وهو للمراجل والفخر دايم العنوان، على الطايلة والجود تعرف مبادئه، كفو بالطيب معروف والإحسان، وله في المراجل والكرم فزعة الحياة، شجاع تشرف كل مواقفه الديوان، وعلى العز والامجاد والطيب ماريه، ممثل لحاكمنا في منطقة أهل الشام، في الظافرة ديار الرجال الحماوية. هذا ابن زايد محزم الظهر والامتان، كبير الهقاوي والفعول البطولية، ابوها الشهم زايد له المرجله عنوان، عزيز القدر والشان شيخ الكبارية.